مساء الخير يا حبايب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اشتقت لكم، شلونكم سويتولي؟ بسوي معكم اليوم فلوق خفيف لطيف واضح فيه كل شيء، بقول فيه كلمتين من القلب للقلب. اتمنى انكم تسمعونه وتستوعبونه وتفهمون آه لب المعنى، يعني قلب المعنى. آه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم المؤمنون. الكلمة هذه مرة عظيمة، والواحد يشتغل، ينجز ببيته، ينجز بمكانه، ينجز بعياله، ينجز بعمله. انتي قاعد تشتغلين بشيء، تنجزين بفطاير، بحلب، بأكل بيت، ببوفيه. خليت منجزة صح، خلي شغلت، يعني على قولتهم من ذاق مرة يحب يجرب مليون مرة. نفس الشيء أنا لما أخاف الله بشغلي يكون راهي ويكون مثل ما يحبونه أكثر، أنا أعتبر هذا الإخلاص بالعمل. ومن الإخلاص من العمل شيء مرة عظيم، الواحد يخلص بالعمل وينجز صح. حتى البيت، حتى العيال، حتى لما أنتي تطلعين تقهوين أحد أو توجبين أحد أو يجي أحد بالبيت، أنا أقدر أني أطلب من أفضل مطعم، أجيب أحلى حلا، بس لا، أنا حابة صدق أني يكون صنع بحب، يعني صنع بحب صدق، قلبا وقالبا، أني أشتغل الحاجة بيدي وأضبطها وتطلع أحسن من ما توقعون. الشيء هذا إنجاز، ولذة الإنجاز مرة عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكل أحد منكم طعام خير من أن يأكل من عمل يده. حلو الإنسان يعمل بيده وينجز بيده، أن تتاكلين من يده، تتوكلين عيال، تتوكلين أهل، تكونين أنتي. حتى لما أنت تعاهدين جيران، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني معنى الحديث أنه لو طبخت مرقة كثرت مرقتها أو شيء وتعاهدت جيرانك، حلو الإنسان يكون يذوق اللي حولك كل معه، يشاركه مشاركة مرة حلوة. خلوكم كريمين نفس، كريمين بالعمل، كريمين بالوجبات، كريمين بالمحبة، كريمين بالمشاعر. الكرم حلو. فرق بين الكرم والسذاجة إنه ما نكون ساذجين، عارفين وش نقول وش ما نقول، عارفين ننجز بشغلنا، يطلع شغلنا. يعني على قولتهم الأكل نفس، لما تكون نفسك حلوة وانتي حابة وتشتغلين بحب تطلع معك مرة لذيذة. لا تقولين إنه والله حظ نصيب، لا، ما هي حظ نصيب. أي إنسان أي شيء تسوينه كتأدية واجب تحسينه ثقيل وتحسين تبين تخلصين وما تستمتعين فيه، سويه وانتي حابة الشيء هذا، استمتعي فيه، استمتعي انك تشتغلين البيت، استمتعي انك تشتغلين العيال، استمتعي انك توجبين احد، استمتعي انك تكرمين ضيف، استمتعي حتى انك لما تشتغلين تبيعين بوفيه او حلا او فطاير او اي شيء، انك انتي توصلين للعميل مثل ما تحبين انتي تاكلين، مثل ما تحبين انه يوصلت توصلين للعميل. حلو الانسان يكون مخلص بعمله، الاخلاص بالعمل مرة حلو، والنفس الحلوة مرة حلوة. سموا واذكروا الله وخلوا كلام يعني خاف الله بين عيونكم. خلوا شغلكم راهي، لا تخلونه على القد. أنا أقدر أن أخليه على القد، بس حتى لو كان تعبه على قولتهم أكثر من ممكن أنك أنت تحسين أنه ما يستاهل ربحه، بس لما يوصل بشكل حلو وبنكهة حلوة وبكمية حلوة، الشيء هذه كفيت أن الإنسان يذكرت بدعوة ويذكرت والهدف المادي أكيد إنه ضروري، بس بنفس الوقت إنه أنا يبقى لي كالاستمرار بالعمل، ولا إني أشتغل مرة واحدة وخلاص. نفس الشيء البيت، الضيف، العيال، لأي أحد، أعطي من ما تحبين، أنفقوا من ما تحبون. ونفس الإنفاق إنه مو بس بالمال، الإنفاق حتى بالمشاعر، الإنفاق حتى الأكل أنت تنجزين، الإنفاق بكل شيء أنت تكونين من ما تحبين. أحبوا لغيركم ما تحبون أنفسكم، أنجزوا، خافوا الله بشغلكم، لا تخافون. الإنسان ترى والله ما حد يكفل نفسه، فالإنسان ما تكفلين بكرة ولا تكفلين بعد بكرة، حنا نعيش اليوم وننجز اليوم ونفرح باللي ننجز اليوم، ننبسط، نسويه بنفس حلوة وطيبة خاطر، أفضل من أن تسوينه تأدية واجب. انبسطوا بالحاجة اللي تشتغلونها، وخلوا أثركم هذا يبين على شغلكم. ترى دائما الشيء اللي يشتغل بنفس طيبة
يبين عليه مهما كان. لا تقولون والله هي حظ نصيب، ما في شيء اسمه حظ نصيب. لو ضربت ضربة حظ مرة، ثاني مرة ما راح تضرب. اشتغلوا بحب وانجزوا، والله يبارك لكم، مشكورين، الله يسعدكم.